سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وفي اتم الاستعداد للعيد ان شاء الله. بغيت حتى انا نبارطاجي معكم واحد الوصفه اللي كتنفعني وجات معايا صراحه. المفعول ديالها رائع رائع من الاستعمال الاول، فبغيت نبارطاجيها معكم باش تستافدوا حتى نتوما. بما ان دابا حنايا على الابواب ديال العيد، والبنات كيقلبوا على وصفات وكيديروا روتينات للعنايه بالبشره، كلشي على البشره ديال الوجه، فهي يعني البوابه الاولى للجمال. غادي بعدا قبل ما ديروا هاد الوصفه هذه خص يكون الوجه نقي. انا صراحه نقي هذه واحد 4 ايام هكاك اللي مشيت للحمام. درت غير الغسول ديالي طبيعي، هذا موس نيتوايون، وزدتو غير شويه ديال القهوه صافي، ودرت غوميت به. اللي ما بغاتش دير غير غسول ديالها طبيعي هذا عادي، اولا الا كان الوجه ديالها يعني من الدم ما مشاتش للحمام فخصها سكراب التقشير هو الاول باش تعطي هاد الوصفه، تعطي المفعول ديالها. اللي بغات دير تقشير خفيف، اي غسول عندك، اي موس نيتوايون ولا غسول، استعملي معاه شويه ديال القهوه و هذا قومي به وجهك. ما ديروش السنيده البنات. هاد الايامات ما كاين غير الوصفات والبحث عن الوصفات للتبييض، الاشراقه، الوجه. فبغيت نبارطاجي معكم هاد الوصفه هذه اللي استعملت وعجباتني بزاف، كتعطي النتيجه من اول استعمال. ندوزو الوصفه اللي فيها واحد 3 ديال المكونات. المكون الاول هو هذا الباربه محكوكه، عندي العسل، وعندي المكون الاساسي هو هذا البنات، الدقيق ديال الحمص. ها هو كيف كتشوفوه، الدقيق ديال الحمص. وغادي ندوي لكم دابا على الفوائد ديال هاد المكونات. الباربه البنات هاد ايامات ديال رمضان كاينين بنات اللي الوجه ديالهم كيولي صفار، كاين البنات اللي عندهم فقر الدم، فهي كتعطي واحد اللون زوين للبشره، واحد الحيويه. وعندنا العسل اللي هو مرطب طبيعي، كيضغطي البشره كيسد المسام. وعندنا الدقيق ديال الحمص، هذا الدقيق ديال الحمص واعر، هذا كينقي البشره يا البنات وتيحيد التصبغات مع المداومه من طبيعه الحال، وكيسمن الخدود. هذا مسمن طبيعي للخدود. غادي ندير منه قياس ديال الوجه ديالكم البنات. ها عندي هنايا تقريبا شي ملعقه، وغادي المعلقه حطيتها هنايا ونسيتها. وغادي ندير هنايا الباربه محكوكه، غنزيد واحد شويه ديال العسل، غنخلط وعاد غادي نشوفوا واش نزيد الباربه ولا لا. زوين هاد الماسك البنات، غير استعملوه وردوه عليا. حتى انا راه ما عنديش مع الوصفات، يعني عندي مع لي برودوي يكونوا جاهزين، ما كنبغيش نبرزط راسي، ولكن راه كاينين وصفات طبيعيه اللي المفعول ديالها لا يعلى عليه. شتو القوام ديالها كي كتجي، ماسك واعر البنات. المهم بهذه المناسبه هذه قلت نبارطاجيه معكم باش تشوفوه. شوفوا القوام ديالو كي كيجي، راه كيجي ملصق، غادي ديروه على البشره واعر واعر بزاف. كما قلت لكم فيه العسل كيضغطي وفيه الحمص، شفتوه؟ انا نوريكم، غندير لكم غير شويه على البشره، تشوفوا كي كيجي كيلصق.
يلصق على البشرة. صافي يا البنات، هذه هي الوصفة. نقولش لكم شوفوا، متاكده اختي غادي تعجبك هاد النتيجه هذه كما كتشوفي، وغتعتمدي هاد الماسك في هاد العيد في العنايه بالبشره ديال الوجه ديالك. ما تنسيش بارطاجي الفيديو باش يوصل لاكبر عدد ديال البنات اللي ما مشاركينش اشتركوا باش توصلوا ديما بالجديد ديال الفيديوهات ديالي، اللي مهتمه بهذا الشيء ديال الجمال، المكياج. فكنحط فيديوهات اللي غادي يعجبوكم بزاف. وكنتمنى لكم عيد مبارك سعيد، تعيدوا وتعاودوا بالصحة والسلامة. كآخر غومارك غادي نقول لكم بلي ملي كنغسل هاد الماسك هذا كندير سبراي اللي هو ما ورد، وكندير الكريم ايدغاطون ديالي. هادشي اللي كاين حبوباتي. كنتمنى الفيديو يكون خفيف ظريف عليكم ويعجبكم. بسلام عليكم، حتى الفيديو اخر ان شاء الله. باي باي.